يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في بطولة دوري السوبر الأفريقي بعد حسم الفريق التأهل لنصف النهائي بعد التعادل مع فريق سيمبا التنزاني ب3 أهداف لكل فريق في مجموع المباراتين، مع تفوق النادي الأهلي بتسجيل هدفين خارج ملعبه. وسيلتقي النادي الأهلي في المباراة القادمة مع فريق صن داونز في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي يوم الأحد المقبل 29 أكتوبر في 3 عصرا بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية وقطر، وستقام المباراة في جنوب أفريقيا، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت وقناة أبو ظبي الرياضية. ويستضيف النادي الأهلي فريق صن داونز في مباراة العودة التي ستقام في القاهرة يوم الأربعاء 1 نوفمبر المقبل. وتم تأجيل مباراة النادي الأهلي أمام بلدية المحلة في منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري بعد تأهل الفريق لنصف نهائي دوري سوبر الأفريقي. وينتظر النادي الأهلي وفريق صن داونز الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي الآخر لمواجهته في المباراة النهائية من مباراة الوداد المغربي وأنيمبا النيجيري، والتي انتهت مباراة الذهاب بهدف لصالح الوداد، ومباراة الترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي، والتي انتهت مباراة الذهاب بهدف لصالح فريق مازيمبي. وسبق والتقى النادي الأهلي وصن داونز في 14 مرة من قبل. تمكن النادي الأهلي من الفوز في 5 مباريات مقابل 4 انتصارات لصن داونز، وتعادل الفريقين في 5 مباريات. ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة القادمة، حيث لم يفز النادي الأهلي على فريق صن داونز في جنوب أفريقيا من قبل، لكنه استطاع تحقيق التعادل فقط.